ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا ريم الجندي فاشن ديزاينر. اتعلمنا مع بعض ازاي ان احنا نرسم المانيكان وازاي ان احنا نلاين المانيكان ونديله الشكل الجسم الحقيقي، واتعلمنا مع بعض في الفيديو اللي فات ازاي ان احنا نحرك الايد والرجلين، والفيديو ده هنتعلم نعمل حركة مختلفة تماما لجسم المانيكان. فلو مش عاملين لي سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وهاتوا ورقة وقلم ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة رسمت خط التنصيف بتاع الصفحة اللي هو بالقلم الرصاص ده، عملت الخط بالنص بالظبط، وبعد كده عملت الخطوط بتاعتي، اخدت المقاسات 3 سنتي 3 سنتي بس ما اخدتش بقى خطوط عرضية زي ما كنا بنعمل. اخدت الخط بتاع الرقبة ورسمت الدماغ، وبعد كده نزلت سنتي واخدت الخط بتاعنا، وبعد كده بقى بدأت انزل عند خط الوسط، عملته بميل زي ما انتوا شايفين، وانتوا كمان لازم تعملوه بميل، ونزلت عند الخط بتاع الهب وعملته بميل، والخط بتاع الركبة والخط اللي تحتيه كمان بتاع الانكل. دول الخطوط اللي احنا هناخدهم بميل: الوسط، الهيب، الركبة، الانكل. لكن الخط اللي فوق اللي هو بتاع الرقبة زي ما هو الخط اللي احنا نزلنا 1 سنتي تحت خط الرقبة ده هيبقى برضو خط مستقيم زي ما هو. بعد ما اخدنا الخطوط بتاعتنا اللي بالميل والخط بتاعنا اللي نزلناه 1 سنتي من الرقبة اللي هو بتاع الكتف، هنبدأ بقى ان احنا نرسم المنحنى بتاع الرقبة بتاعتنا اللي هو كان نص سنتي يمين ونص سنتي شمال. وبعد كده هاخد مقاس الكتف بتاعي اللي هو كان 2 سنتي او 2 سنتي ونص يمين و2 سنتي شمال، يا اما 2 سنتي يا اما 2 سنتي ونص على حسب العرض اللي انا عايزه اعمله، وانزل الجزء بتاع الكتف الصغير بتاعي، وهاخد من عند الوسط سنتي يمين وسنتي شمال، وهوصل الخطوط دي ببعضها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل عند الخط بتاع الهيب وهاخد سنتي واحد يمين، سنتي واحد يمين، وهنعرف دلوقتي ليه سنتي واحد، لان احنا هنوقف المانيكان بطريقه مختلفه. احنا الاول كنا بناخد 2 سنتي، لا المرة دي هناخد من الناحية دي، من ناحية اليمين سنتي واحد زي بالظبط من عند العمود كده، واطلعوا بميل على النقطة بتاعتنا بتاعة السنتي الواحد، ومن عند النقطة دي بقى هنحسب 2 سنتي يمين، يعني هنقيس من النقطة الجديدة اللي احنا اخدناها وعملنا لها خط من فوق، وهنسيب هنحسب 2 سنتي يمين، من نفس النقطة هنحسب برضو 2 سنتي شمال. يعتبر كده بعمل خطوط جديدة خالص عشان وقفة المانيكان، وبعد كده ببدأ ان انا اوصلهم ببعض. يبقى احنا اخدنا الخط اللي بميل ده هيغير لنا حركة الجسم خالص، والخط ده قلنا ان احنا هنبعده عن عمود التنصيف 1 سنتي، ومن النقطة الجديدة دي اللي احنا اخدناها 1 سنتي هنقيس 2 سنتي يمين، وهنقيس منها برضو 2 سنتي شمال. بعد كده هنبدأ ان احنا نرسم الرجل بتاعتنا، وبما ان الجزء ده من الوسط مرفوع فالرجل دي هتبقى قدام الرجل التانية، فبما ان هي قدام الرجل التانية يبقى احنا هناخدها بميل على جوه كده شوية ناحية عمود التنصيف. اكيد كلنا بقى اتدربنا كويس على المانيكان وعرفنا ازاي ان احنا نرسم، فدلوقتي هيبقى الرسم بالنسبة لنا بايدينا من غير مسطرة او مقاسات معينة هيبقى اسهل بكتير. بعد كده هرسم الكيرف بتاع السمانة وارسم الحتة بتاعة الركبة، وانزل على جوه ناحية عمود التنصيف اكتر حاجة، يعني يعتبر هلزقها في عمود التنصيف، وبعد كده هرسم الجزء اللي تحت خالص اللي هو الرجل من تحت. اما بالنسبة للرجل التانية فهتكون بقى صغيرة خالص واصغر من الرجل الاولانية، لان هي هتبقى ورا الرجل الاولى، فاحنا هندخل على جوه خالص، والركبة بتبقى على جوه جزء صغير اللي باين، والسمانة برضو جزء صغير جدا اللي باين منها، ومبتبقاش كاملة ومبتبقاش بطول الرجل الأولانية، بتبقى أقصر منها والرجل أقصر منها، يعني من الآخر مقاساتنا فيها هتقل جدا وهتصغر، لأن هي مش هيبقى باين يعتبر غير نصها، خصوصا من ناحية السمانة. بعد كده هنطلع عند الجزء بتاع الكتف وهنشوف الإيد هنعملها ازاي. بما اننا راسمين المانيكان كأنها ماشية فايديها هتبقى بعيدة شوية عن جسمها، وهنعملها بطريقة كأنها هي قدام والايد التانية ورا.
يعني تقريبا بعيدة مقدار 4 أو 4.5 سنتي عن الجسم. ولو معرفناش نرسمها كده ممكن نرسمها بالطريقة الهندسية اللي أنا علمتها لكم في أول فيديو، وبعد كده نبدأ إن احنا نلينها. وبعد كده نبدأ إن احنا نرسم الإيد التانية بتاعتنا، وبما إن الجزء بتاع الهيب ده مرفوع علشان هي ماشية، فاحنا هنحط الإيد التانية ورا ظهرها أو ورا الهيب، يعني مش هيبان منها غير الجزء اللي فوق بس. وبعد كده نبدأ إن احنا نرسم الخط بتاعنا بتاع الصدر، ويعتبر كده المانيكان بتاعنا بقى يعتبر جاهز. لو في أي خطوط محتاجة إن هي تتلين بنلينها، لو في أي حاجة محتاجة إن احنا نعدلها بنظر كده هنعرف إن احنا ازاي نعدلها. عايزاكم تحاولوا تجربوا مرة واتنين وتلاتة وتبعتولي، ممكن ما تظبطش معاكم من أول مرة، ممكن تظبط معاكم. ابعتولي وأنا هصلح لكم الغلطات لو في أي غلطات، وهقولكوا على الملاحظات بتاعتي. كده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبولي في الكومنتس رأيكم. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.